السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة أخبار المملكة العربية السعودية، ونبدأها بالعناوين. الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية. مصرع: أربع معلمات وشخصين في حادث مروع بحوطة بني تميم. الدفاع المدني: تعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظتي الخبر وينبع. المملكة تدين أعمال التخريب لقنصلية الكويت بالعراق. ضبط مقيم باكستاني لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية. الدفاع المدني: التصوير أو النشر بشأن التصدي للصواريخ يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. منها الرياض أمطار متوقعة على معظم المناطق. ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية. تراجع أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار. الأمير الوليد بن طلال يتكفل بنصف قيمة تذاكر مواجهة الهلال والخلود. وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة أسبوعين. قطر: 4 إصابات جراء سقوط شظايا في مريخ. الإمارات: حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز. الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. اعتراض وتدمير عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية. إدانة باكستانية للاعتداءات الإيرانية وتضامن كامل مع المملكة. وفي التفاصيل: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي فجر اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية. بدورها أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني إنذارات مبكرة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في الرياض والخرج والمنطقة الشرقية وينبع والحدود الشمالية قبل أن تنبه بزوالها. وأكد الدفاع المدني على ضرورة التوجه فورا إلى أقرب مكان داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر. هذا ولقيت 4 معلمات وقائد مركبتهن إضافة إلى شاب سعودي مصرعهم صباح يوم الثلاثاء إثر حادث مروري مروع وقع على طريق برك بمحافظة حوطة بني تميم أثناء توجه المعلمات إلى مدرستهن في قرية العبيديات، حيث اندلعت النيران في المركبة عقب الحادث. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع في ساعات الصباح أثناء توجه المعلمات إلى مقر عملهن قبل أن تتعرض المركبة لحادث مروري مروع أعقبه احتراق كامل، ما أدى إلى وفاة من كانوا بداخلها، إلى جانب شاب سعودي كان متواجدا في موقع الحادث. من جانبهم جدد أهالي المنطقة مطالبهم بمعالجة طريق برك، مؤكدين أنه يشهد حوادث متكررة خلال الفترة الماضية أسفرت عن عدد من الوفيات، داعين إلى رفع مستوى السلامة المرورية ومعالجة نقاط الخطورة على الطريق. هذا وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأربعاء زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظتي الخبر وينبع بعد إطلاق الإنذار المبكر لفترة مؤقتة. هذا وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأربعاء إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض ومحافظتي ينبع والخبر للتحذير من خطر. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات وأعمال التخريب التي طالت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، مشددة على أن ما حدث يعد انتهاكا صريحا لحرمة المقرات الدبلوماسية. وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الممارسات غير المسؤولة، منوهة أن حماية البعثات القنصلية وأفرادها مسؤولية قانونية تقع على عاتق الدول المضيفة. هذا وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي
مقيما مخالفا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهات الاختصاص. هذا وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم الأربعاء على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. وأضاف أن الأمطار تكون خفيفة على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ولفت إلى تأثر أجزاء من تلك المناطق بالإضافة إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. هذا وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 ليصل إلى مستوى 4811.66 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 3.3% لتصل إلى مستوى 4840.20 دولارا للأوقية. هذا تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. هذا وأعلن الأمير الوليد بن طلال تكفله بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال أمام الخلود المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في خطوة تهدف إلى دعم الحضور الجماهيري في المواجهة المرتقبة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه وافق على إيقاف الهجمات على إيران لمدة أسبوعين لحين إتمام اتفاق نهائي. هذا وأكدت وزارة الداخلية القطرية أن الهجمات الأمنية تعاملت مع حادث ناتج عن اعتراضات الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ. هذا وأعلنت الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي أنها تتعامل مع حادث حريق اندلع في منشأة حبشان لمعالجة الغاز، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على احتواء الحادث وفق الإجراءات المعتمدة. هذا وتصدت الدفاعات الجوية الكويتية اليوم الأربعاء لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأفادت وزارة الدفاع الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. هذا واستمرت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على عدد من الدول الخليجية فيما تحتدم الحرب بينها وبين الولايات المتحدة في يومها الأربعين. هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي استهدفت المنشآت في المملكة. انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.